السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزة أشوف تيتا هتعلمني إيه، أما أروح لها كده وأشوفها هي عاملة إيه. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي. النهاردة عايزة تعلميني إيه وتقولي لي إيه؟ النهاردة عايزة أقولك يا حبيبتي إن رزق الله سبحانه وتعالى بيسعى إلى البني آدم وإلى صاحبه أكتر من إن البني آدم بيسعى إلى الرزق. يعني معناها إن لو ليك رزق في حاجة ربنا سبحانه وتعالى مش هيديه من لغيرك أبدا. هقولك على حاجة بقى تضحك قوي. كان زمان عند والدتي جار في البيت اللي قصادها كان فاتح زي مصنع صغير كده للتريكو، وكان بياخد تموين أيام زمان من الصوف علشان يبقى أرخص شوية عشان يقدر يعمل بلوفرات ويبيعها للناس بتمن رخيص شوية. فكان جاره متضايق منه ومتغاظ ان هو يعني عامل مشروع وان هو ناجح. قال له هو بيشتغل كتير ولا قليل ولا ايه اخباره؟ قال له لا ده بيشتغل كتير جدا وبيشتغل 24 ساعة وجايب ناس ورديات ومش عارف ايه وكلام من ده. طلع الراجل ده اللي بيسأل عليه كان مين؟ كان اللي بيديله التموين بتاع الصوف، فنزل له كمية كبيرة جدا من الصوف. طبعا الراجل لما جه اتصل بيه وقال له الله أنا ما عنديش ما دفعتلكش كل الفلوس بتاعت الصوف ده كلها. قال له خلاص بدام انت عندك السوق اللي يخلي انك انت تصرف البضاعة دي لما تبيعها ادفع لي حقها. طبعا الراجل ما شاء الله ربنا فتح عليه من وسع وباع بشكل كبير قوي وسد الدين اللي عليه، فكان الجار متغاظ منه جدا. شوفي بقى سبحان الله تعالى، يعني هو أراد إن حب جاره الوحش دوت إن هو يوقعه كأنه بيوقعه في شر أعماله عشان يدفع ضرائب كتير جدا وإن هو يبقى يفلس قوي أو أي حاجة. فربنا سبحانه وتعالى جعله إن هو ده الراجل اللي بيديله التموين بتاع الصوف عشان ربنا يرزقه برزق أوسع ويفتح عليه وهكذا. شوفي بقى هل يتساوى ده الجار ده مع الجار اللي بيسأل عن جاره؟ ولو عارف مثلا جارة عايشة لوحدها أو جار عايش لوحده فيسأل عليه ويعرف هل هو يا ترى قادر يخدم نفسه ولا لأ، فيقوم يدخل عنده ويخدمه ويساعده. ولو قادر مثلا يفطر معاه في يوم أو يتغدى معاه في يوم أو يقدم له فطار أو غدا. يعني هقولك على حاجة يا حبيبتي، أنا كانت ليا خالة كانت ليها جار عايشة لوحدها وكانت من ذوي الهمم. هي كانت مش تعبانة قوي لكن هي كانت قزمة، فكانت طبعا في حاجات ما بتقدرش تعملها نظرا لأن قصر طولها ما بتطولش قوي مع كبر سنها. طبعا لو شابة صغيرة هتطلع فوق كرسي حتى عشان تطبخ فوق بوتاجاز أو حاجة، لكن هي كانت ست كبيرة فما كانتش تقدر تعمل الكلام ده كله. فكانت خالتي دي تقول إيه في الفطار نقدم لها فطار يا ولاد، في الغدا كانت تقول نقدم لها غدا، وكانت أحيانا تستأذن من جوزها اللي هو جوز خالتي وكانت تقول له هتغدى معاها النهاردة، فكانت تروح واخدة صينية الغدا وتقعد تتغدى معاها. وكانت بتحبها جدا وكانت طبعا أحيانا تبعت أولادها ينظفوا لها البيت لأن هي كانت جارتها في الشقة اللي قدامها. فكانت الست فرحانة بيهم، كفاية إن هي كانت تدعي لهم. وهي كانت أو طبعا لما جه توفاها الله ما كانش حد من أولادها بيسأل عليها، فكانت خالتي أول ما نعرف إن هي توفت فاتصلت طبعا بأولادها وعرفتهم. فهل يتساوى الجار الوحش ده مع الجار الطيب ده؟ علشان كده حتى كمان ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتوفى خالتي توفاها وهي في أكمل صحة، وكانت بصحتها يعني تقدر تخش حمامها، تقدر تأكل نفسها، تقدر تحمي نفسها. ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيحسش بيها إلا اللي فقدها. وده طبعا نتيجة العمل الخير. عمل الخير بيشيل عن البني آدم البلاء وأي وباء وأي مرض وبيديله الصحة والعافية ويوسع في رزقه. كمان السؤال عن الأهل والأحباب، صلة الرحم، صلة الجار، كل ده بيوسع الرزق. فكل بني آدم يحب أن ربنا يوسع له في رزقه يعني لازم يسأل عن جاره، يسأل عن أهله، فربنا سبحانه وتعالى يديله البركة في حياته ويديله البركة في رزقه. كده يا حبيبتي قدرتي تفهمي حاجة وتعرفي إن الجار لجاره، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على الجيران، وهو من كتر توصية سيدنا جبريل لسيدنا محمد على الجار ظن أنه سيورثه. يعني لما حد فيهم يموت من الجيران
فكأنه هو هيورث معاه زي ما يكون أخ ليه أو ابن أو صديق. فهو طبعا الجار آه، الجار لجاره، وطبعا الصديق لصديقه. طبعا الصديق ما بيورثش في البني آدم، بس من كتر توصية سيدنا جبريل لسيدنا محمد، فكان يظن سيدنا محمد أن الجار سيورث جاره. طبعا يا حبيبتي أحب أن أنا أكون أفدتك بحاجة وعرفتك معلومة عشان تعرفي أهمية الجار. سلام بقى يا حبيبتي.